عايزك تركز معايا لان اللي هنقوله في الفيديو ده كلام مهم وحساس قوي يعني. في ظاهرة كده غريبة انه صاحب الشركة او مديرين اللي هم بيختاروا الموظفين بيبقى خايف وقلقان انه يختار ناس احسن منه. وفي الحقيقة دي حاجة غريبة جدا يعني لما بيجوا يختاروا حد بيبقى عايز يختار حد اقل منه خبرة، اقل منه علم، اقل منه في قدرته على التواصل مع الناس. بيبقى عايز حد يكون هو اقل منه في معظم الحاجات. وده في الحقيقة اختيار خطأ جدا وفكر غلط جدا، لانه انت مطالب منك ان انت تختار اللي هو افضل منك، الافضل منك بقى خبرة، الافضل منك شهادة وعلم، الافضل منك في السلوك، الافضل منك في الكوميونيكيشن او في التواصل مع الناس. لانه انت لما هتختار الناس اللي هم احسن او الناس اللي هم افضل هيسهلوا عليك الشغل. وانت مطالب منك ان انت بس هيكون دورك في اللحظة دي لما تختار الناس الاحسن والافضل، هيكون دورك بس في اللحظة دي هو الاشراف عليهم. هتشرف عليهم، بتشوفهم ان هم بيعملوا اللي انت عايزه ولا لا، وبتشوف هل هم بيقدروا ان هم بيوفقوا مع بعض وقادرين ان هم يحققوا لك التارجت او الهدف المطلوب. لكن انت بتعمل ايه؟ بتختار ناس اقل خبرة، اقل علم، اقل في المستوى وفي السلوك وفي التواصل. فبيحصل ايه؟ ان بدل ما انت اللي تنقل او هم اللي ينقلوا خبراتهم ليك، انت اللي بتنقل خبراتك ليهم. وبالتالي بيحصل ايه؟ ان انت اللي بتبقى شغال معاهم مش هم اللي شغالين معاك. فعشان كده انت كل ما هتختار حد بكفاءة افضل كل ما ده سهل عليك. وبعدين جزئية تانية، بيبتدي الناس تفكر يقولك انا عايز اجيب ناس برواتب قليلة، ويفرح قوي ان هو شغل ناس برواتب قليلة. طب ما سألتش نفسك انه انت لو معاك فريق كورة واللعيبة اللي فيه بتصرف عليهم مصاريف قليلة، مش هيحققوا ليك بطولة؟ هم هيجيبوا لك ماتش مرة تكسبه، ماتش مرة تتعادل فيه، وماتش مرة تتغلب، لكن مش هيحققوا لك النتيجة اللي انت عايزها ان هم ياخدوا بطولة. هم مش هياخدوا معاك بطولة. فانت بتستخسر ان انت تجيب ناس وتديهم رواتب كويسة، وبعدين تجيب ناس تديهم رواتب قليلة وعايز ان انت تحقق بيهم مجد. مش هيحصل. الجانب التاني كمان، انت لما هتدي المرتب او هتدي الموظف مرتب قليل، ما تستناش منه حتى لو هو عنده كفاءة وخبرة وعلم، ما تستناش منه ان هو يموت نفسه عشانك، لان انت ما اديتوش الدافع ان هو يشتغل اصلا.